السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معانا النهارده فكرة جديدة بمتر ونص قماش. هنعمل ايه يا ترى؟ هنعمل احلى بيجامة بيتي للصيف بقى، وتكون طرية على الجسم وبقماشة جميلة جدا، وهتوفر معانا اكتر من نص تمنها لو انتي هتشتريها. وهعمل معاكم افكار كتيره جدا من نفس القماشه دي، لاني بصراحه انا اعجبت جدا بالقماشه دي وعجبني النتيجه بتاعتها وقد ايه هي مريحه على الجسم، وافضل من قماشات كتير بتتباع جاهزه في حاجات بيتي. طبعا هنا زي ما احنا اتفقنا هنعمل التفصيله بطريقه بسيطه جدا، انتي اي واحده مش ملهاش في الخياطه خاطر تقدر تعملها وتوديها لاي حد يقفلها لها. بس زي ما انتم شايفين اي بنطلون عندك مقاسك، وتبتدي ان انت تاخدي المقاس عليه زي ما اتفقنا ان فوق في الجزء ده بتاخدي 4 صوابع بس، لان الجزء ده بيبقى زيادته هي الاستك. لو انت فردتي الاستك خالص او شيلتيه هتلاقي ان هو مفرود على قد القماش زي ما احنا شايفين هنا. اما الجزء اللي عند الرجل ده تبع راحتك انت ورغبتك، عايزه تضايقيه عن الرجل البنطلون اللي عندك او تكبريه او تعمليه بميل زي ما انت حابه. وزي ما اتفقنا برضو الجزء الامامي غير الجزء الخلفي، بس هنا مش هنعمل الرجل والحوض، هنعمل الجزء الفوقاني بس، والجزء اللي تحت ده احنا هنعدله مع بعض في التنفيذ على المكنه. زي ما انتوا شايفين هنا احنا قصينا البنطلون من متر القماش، طبقنا العرض بتاعه على 4 وقصينا زي ما انتوا شايفين. الجزء اللي باقي بقى من المتر ونص هناخده نقص بيه القب او الجزء البلوزة اللي احنا هنبقى عاملينها للبيجامة. الجزء هنطبقها على عرضها على 2، وناخد من عرض واحد فيهم 30 سنتي. 30 سنتي دول نحطهم على جنب هنستخدمهم للجزء الفوقاني. الجزء بقى اللي هو ده هنقسمه على 2 وناخد من طول القماش 15 سنتي بس للقب بتاع البلوزه. معلش هنا التصوير ما كانش افضل حاجه، بس لازم الجزء ده كنت انزله لكم عشان هو مهم جدا بالنسبه للبلوزه وقصه البلوزه. هنا بقى الجزء ده اللي هيبقى تحت الصدر، ده هنحطه على جنب ونبتدي نعمل القب بتاع الصدر. طبعا هنا ده تبع رغبتك، وطبعا برضو بنعمل حساب ان القماشه هنا بتمط وفيها لكرة، فهتبقى مريحه ليكي سواء انت عايزه تعمليها تبقى مظبوطه او واسعه سنه. هيبقى ده كله في تبع راحتك انت وتبع مقاسات جسمك انت وتبع ما انت حابه. هنا ده الجزء ده الجزء القب زي ما احنا اتفقنا، وهيبقى ده تحته شريطه كده لفه حوالين الوسط تحت الصدر، والجزء ده هيبقى تحت الباط اللي احنا هنقصه. ده الجزء اللي هو تحت الإبط اللي هيبقى فوقه الحمالة بتاعت البلوزة. وده الجزء الامامي اللي احنا خدناه، ده هنقص جزء 7 كده امامي وخلفي. لو انت حابه تعملي في الجزء الخلفي 7 برضو عادي جدا، ده تبع رغبتك، كل ده تبع رغبتك. البلوزه تصميمها كله بيبقى من الالف للياء تبع راحتك انت، حباها بنص كم حباها بكم، كل ده تبع راحتك انت. وهنا طبعا الحماله اللي احنا هنحطها وهنعمل زي رمش بسيط كده فوق الحماله ان هي توصلك ان هي ممكن تبقى ايه ربع كم يعني مثلا. بعد كده بقى هنبتدي ان ايه، انا هنا بصفيلك المقاسات بتاع البلوزه ان هم 15 و10 حماله و15 خلفي. تمام. بعد كده ده الفينش النهائي. كنت بتمنى بصراحه اصور لكم على المكنه بس ما كانش متاح ليا، التصوير ما كانش افضل حاجه، ما عرفتش انزله لحضراتكم. لحد هنا بيبقى ده الفينش النهائي. الجزء اللي تحت ده مش بيسرفل عامه، القماشه دي مش قابله يعني ان هي تفك او كده، فما فيش فيها سرفله. لو انت حابه حتى البنطلون يبقى نفس الفكره او يكون على السرفله بس ما فيش تانية من تحت عادي. وهنا البنطلون زي ما انتم شايفينه قفلناه وركبنا له الاستك، كل ده تبع رغبتك انت وتبع ما انت حابه. اي حد ممكن ينفذ ده لو قصيتيه بنفس الافكار واتبعتي نفس الخطوات الموجوده في الفيديو ده، وتروحي ولو ما عندكيش المكنه تروحي لاي حد بس لمجرد ان هو يقفلهولك. ولو حسبتي التكلفه هتلاقيها بسيطه جدا مضاهاه لو انتي اشتريتي القطعه دي من بره. بتمنى تعجبكم الفكره وتستفادوا منها وتشاركوها مع اصحابكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.